السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الخامس في برنامج السويش ماكس. تعرفنا على مجموعة من الخصائص للبرنامج، واليوم نتعرف على مجموعة أخرى من الخصائص. عندنا كائن الدائرة أو كائن المربع لهم نفس الخصائص، وليكن هناخد الدائرة. رقم واحد عندنا أداة التعبئة، وتعرفنا إن أداة التعبئة بغير اللون بتاعها عن طريق اختيار اللون. كمان عندنا اختيار لون الإطار، وليكن اللون الأزرق، ومن هنا بحدد السمك، بضغط انتر، اكتب الرقم واضغط انتر. كمان عندنا طريقة لإضافة مشهد جديد. رقم واحد ان انا بروح على قائمة insert وبختار منها سين. كده انا بقى عندي مشهدين، المشهد الاول والمشهد الثاني. كمان في عندنا طريقة اخرى لإضافة مشهد، وان انا بختار من قائمة insert وبختار منها سين. كده بقى عندنا 3 مشاهد، المشهد الاول، المشهد الثاني، المشهد الثالث. عندنا لو انا عاوز اغير اسم المشهد الاول، ان انا بروح جنب الاداة بتاعة الفيلم وبضغط، وبعد كده بمسح الاسم الموجود وبكتب مثلا المشهد الاول. بعد كده بروح عند المشهد الثاني، امسح الاسم واكتب المشهد الثاني. كمان بغير المشهد الثالث. كمان عندنا برضو زي ما انا غيرت هنا اسماء المشاهد، ممكن اغير اسماء الكائنات، ان انا مثلا الدائرة، وبكده اكون غيرت اسم الكائن. يبقى هنا غيرت اسم المشهد وكمان غيرت اسم الكائن. طب انا لو هنا ضفت كمان دائرة، الدائرة التانية اخدت نفس خصائص الدائرة الاولى. يعني اذا ان البرنامج بتاعي من بعض مميزاته ان هو بيحتفظ باخر مجموعة من الخصائص. ممكن ان انا كده عندي دايرتين، لو انا عاوز اعمل بينهم تجميع احدد على الدائرتين، وبعد كده اضغط زر الفار الايمن، ومنها بختار جروب از جروب. كده انا حددتهم داخل جروب، واتغير عندي هنا اسم المشهد الى جروب. لو انا ضغطت على أداة الموجب او علامة الزائد اللي هي موجودة جنبها، ظهرت الكائنات الموجودة عندي. طيب كمان عندنا داخل البرنامج ان انا اقدر ان انا ادرك صورة. بروح من قائمة insert وبختار منها import image، وبحدد مثلا من سطح المكتب وبختار الصورة وبقول له open. هنا الصورة بتاعتي نزلت بالحجم الكبير، اكبر طبعا من المنصة بتاعتي. اقدر ان انا اتحكم في حجم الصورة، ان انا بغير عرض الصورة من هنا اعملها 200، وارتفاع الصورة مثلا اعملها 100، واضغط انتر. هنا اتغير عندي حجم الصورة. او ان انا عن طريق المقابض الموجودة حول الصورة ان انا اقدر ان انا اكبر واصغر الصورة مرة تانية. وكمان ممكن ان انا انقل الصورة الى اي مكان داخل المنصة. طيب انا دلوقتي ضفت صورة. لو انا ضفت دلوقتي بعد كده مرة تانية رجعت وضفت كائن رسومي، ايه اللي حصل؟ ان التعبئة بتاعة الكائن بقت صورة. طب عشان اغيرها للون مرة تانية، بروح من اداة التعبئة، بلاقي عندنا هنا في حاجة اسمها الايمج، اللي معنى كده ان هو واخد التعبئة بتاعته اخر صورة انا استخدمتها. بضغط عليها واختار من هنا صلب لاختيار اللون، واضغط على اللون، وبعد كده اغير اللون زي ما انا عاوز. طيب يبقى كده تعرفنا مع بعض اليوم ان انا طريقة تجميع الرسوم، وكمان ادراك صورة، وتغيير خصائص الصورة لو اتحولت معايا الى صورة. وكمان تعرفنا مع بعض هنا على ادراج المشهد اهوت، وكمان تغيير اسم المشهد عن طريق ان انا بضغط على اعلى الصورة، اعلى المشهد، وبعد كده اغير الاسم مرة تانية. شكرا.